السلام عليكم ورحمة الله. كتابنا اليوم هو الرحيق المختوم، كتاب أقل ما يقال عنه أنه عظيم. لماذا عظيم؟ لأنه يتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هو شامل لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام عبارة في الحقيقة عن الرسالة التي حملها الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة العباد إلى عبادة الله. وإذن فلا يمكن إحضار صورتها الرائعة بتمامها إلا بعد المقارنة بين خلفيات هذه الرسالة وآثارها. ونظرا إلى ذلك نقدم فصلا عن أقوام العرب وتطوراتها قبل الإسلام، وعن الظروف التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم. بدأ الكاتب الحديث عن الظروف التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالظروف التي بعث فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسودها الجهل والشرك. طبعا كفار قريش كانت فيهم بعض الصفات الحميدة، إلا أنه بعض سلوكاتهم كانت همجية وفوضوية. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم صحح المعتقدات الشركية والوثنية، وأكرم الله به الناس، ومن ضمنهم المرأة أصبحت لديها مكانة في المجتمع، ويتم احترامها وتقديرها ومراعاة لمشاعرها. ليس فقط المرأة، بل الأطفال، الشيوخ، النساء، الرجال. المجتمع البشري بأكمله أصبحت لديه الاحترام والتقدير لذاته ونفسه. فأصلح الله بالرسول صلى الله عليه وسلم نفوس العباد، تلك النفوس التي كانت تتبع الشهوات إلى وهي شهوتها، تتبع فقط الغريزة. فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام، كذلك جاء بالأخلاق، المبادئ، المعاملات الحسنة، احترام الذات، حق الله، حق النفس، وحق الغير. فالإسلام يضمن حقوق الجميع، وبالتالي هناك نظام. ولما يكون هناك نظام يسود السلام ويسود الاحترام بين الأفراد، بين أفراد المجتمع، وكذلك بين نواة المجتمع والتي هي الأسرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتعامل مع الزوجة، كيف نتعامل مع الأطفال، كيف نتعامل مع الآباء والأمهات. كذلك القرآن الكريم، والذي هو الوحي الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو دستور مسلم فيه كل ما سيحتاجه في حياته الدنيوية وكذلك في الآخرة: عبادة الله، البر بالوالدين، التعامل بلطف ولين مع الزوجة والأطفال، التعامل باحترام وتقدير للآخرين، العفو عن الناس، التسامح. كذلك نحن أناس مهما صلحنا فلن نكون مثاليين، فلهذا جعل الله باب التوبة مفتوح، نستغفر، نعوذ الله عز وجل، نتوب. كل هذا يوجد في القرآن الكريم، وكما قلت القرآن الكريم هو الوحي. فالوحي كان مسؤولية
عظيمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فالوحي ومسؤولية إيصاله للعالمين لم تكن بالمهمة الهينة، بل كانت محفوفة بالمخاطر والمشقة. وهذا ما جاء في هذا الكتاب الرحيق المختوم. فتحدث الكاتب المبارك فوري على نزول الوحي، بل عن مراحل نزول الوحي، ثم انتقل إلى الصعوبات التي واجهها الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء دعوته للناس إلى الإسلام. على سبيل المثال حديثة الطائف، الرسول صلى الله عليه وسلم رجم بتلك المدينة وحصروه بمكة. كما أن الكاتب تحدث عن الظروف القاسية التي عاشها المؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وكيف تمت معاملتهم من طرف طغاة قريش مما اضطروا إلى الهجرة. أعتقد أنهم هاجروا إلى الشام، ثم بعدها هاجروا إلى المدينة المنورة، ليس كل المهاجرين وإنما بعض المهاجرين. كذلك تحدث صاحب الكتاب عن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم رفقة أبو بكر الصديق. الأصحاب هم أصحاب المواقف، أصحاب التي نجدهم في أوقات الشدة. وهذا ما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أثناء الهجرة، هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المكة المكرمة إلى المدينة المنورة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه فدى الرسول صلى الله عليه وسلم بروحه، وبات مكان الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الليلة كان من المفترض أن يأتوا كفار قريش ويقتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عندما جاءوا وجدوا علي بن أبي طالب. وسبحان الله، حاصر الكفار بيت الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول موجود بداخله، وخرج من بينهم ولم يروه. في هذا الكتاب جاءت معلومة صدمتني قليلا ولم أكن أعرفها، وهي أن أبي طالب لم يؤمن بالله ولم يدخل الإسلام رغم حبه الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا الكتاب مليء بالمعرفة والمعلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طفولته كيف مرت بعد وفاة أبويه، مع من عاش، من رباه، كيف عاش الرسول صلى الله عليه وسلم طفولته في مكة المكرمة. كل هذا تحدث عنه الكاتب. كذلك تحدث عن زوجاته، فللرسول صلى الله عليه وسلم 13 زوجة أو ربما 12 زوجة رضي الله عنهم. في هذا الكتاب تحدث الكاتب عن خديجة رضي الله عنها، كذلك عن عائشة رضي الله عنها وباقي زوجاته. وتحدث عن عائشة رضي الله عنها في موضعين، عندما تحدث عن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، كذلك تحدث عن حادثة الإفك التي وقعت لأمنا عائشة رضي الله عنها، وكيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذه الحادثة. وكذلك جاء في هذا الكتاب تفاصيل تلك الواقعة. لم يتوقف عن هذا، بل كذلك تحدث عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف نصر الله سبحانه وتعالى المسلمين وهم ضعفاء قليلين العدة والعدد، وما النصر إلا من عند الله. الله عز وجل هو الذي ينصر المسلمين. تحدث عن غزوة بدر، تحدث عن غزوة أحد، كذلك تحدث عن المعارك التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم. تحدث عن إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان رجل قوي بل شديد القوة،
والرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن ينصر الإسلام بأحد العمرين، فاختار الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه تأثير كبير في أحداث بداية الإسلام أو في انتشار الإسلام. كذلك تحدث عن الإسراء والمعراج، إسراء الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد المحرم إلى المسجد الأقصى، والإعراج به في السماوات السبع. تحدث الكاتب عن شتى المواضيع التي تتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم. أنصحكم بقراءة هذا الكتاب، خاصة في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان، فأنا أيضا قرأته السنة الماضية في آخر أسبوع من شهر رمضان بعدما أحضرته لي جارتنا. وعندما قرأته كنت أشعر وكأنني معهم، فالكاتب استطاع أن يقربنا من الأحداث، يقربنا من الصحابة رضي الله عنهم، يقربنا من المهاجرين والأنصار، كذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتعرف أكثر عن شخصيته العظيمة صلى الله عليه وسلم. عندما كنت أقرأ هذا الكتاب كنت أشعر وكأنني بينهم، فأسلوب الكاتب كان مميز وفريد. عندما كنت أقرأ تلك الأحداث كنت أشعر بها، عندما يحزنون أحزن، وعندما يفرحون أفرح. كذلك عندما تكون هناك أحداث مضطربة أضطرب وأقلق، لكن عندما تنفرج أفرح وأسعد. فهذا الكتاب جد مميز وأنصحكم بقراءته. وهذا الكتاب لفضيلة الشيخ صفي المبارك فوري، بحث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفاز بالجائزة الأولى لمسابقة السيرة النبوية التي نظمتها رابطة العالم الإسلامي. اقتنوا هذا الكتاب واقرؤوه فإنه يستحق ذلك. دمتم سالمين، إلى اللقاء.